عملت حواوشي كداب بالجبنة يا جماعة، هتقولي لي هو في حواوشي كداب بالجبنة؟ هاقول لكم أنا بقى المخترع معاكم الشيف أبانوب، هنعمل وصفة كدابة بس افتكروا إني أبانوب ومش كداب، وشجعوني قولوا لي سلم إيديك يا أبانوب ويلا بينا نبدأ. أول حاجة بقى عندي إيه، بطاطساية حلوة كده جميلة. النهارده هاستخدم البطاطس عشان عارف إنكم إيه، خدتوا موقف من البتنجان وده بسببي، وكنت عايز أعمله بالبتنجان بس ما لقيتش محصول البتنجان أنا خلصته. فهنستخدم البطاطس، هاخدها كده انزلها في ميه تكون سخنه، معاها رشه ملح. الميه ما بتغليش، لازم تكون سخنه بس. عقبال بقى ما البطاطس تستوي معايا لازم تستوي كويس قوي. عندي طاسه تانية على النار، حطيت فيها شويه من الزيت، ونزلت كده ببصلايه مقطعها ايه كيوبس صغيره كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده رشه ملح بسيطه علشان البصل يدبل بسرعه. وهدي بقى التقليبه الحلوه، وهنزل كده بايه فلفلايه خضراء صغننه برضو. وكمان لو عندك فلفل الوان يا سلام، حطي بقى فلفل الوان وادعي لي كمان. بعد كده هندي بقى التقليبه الحلوه، وهنضيف بقى ايه، هنضيف شويه بهارات حلوه. طيب هنضيف ايه بقى البهارات اللي انا هحطها؟ بصوا عدوا معايا الاول. هروح اشوف ايه، هروح اشوف البطاطس. تعالوا بقى نشوف البطاطس. بصوا البطاطس ايه، خلاص هي استوت يعني. هبدأ كده اصفيها من الميه وانزلها ايه على الخلطه بتاعتي. هنزل بفلفل اسود، رشه بسيطه من الكزبره الناشفه، شويه من الكاري وسبع بهارات، وكمان البابريكا المدخنه والملح، ودي توابل جبنه فحطيت معلقتين هتدي الطعم ما اقولكوش، طعم جامد قوي يا جماعه. بعد كده هقلب بقى واهرس كده البطاطس كويس جدا جدا لحد ما يبان لها صاحب. عايز اسالكم سؤال اشوفكم مركزين معايا ولا لا. انا قلت لكم ان انا هحط حاجه للبصل عشان يدبل بسرعه، حطيت له ايه؟ لو مركزين اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم شاطرين معايا ولا. هبدا بقى دي تقليبه. بصوا الخلطه كلها دخلت في بعض. عايز اقول لكم بجد بجد ريحته جبنه ما اقولكوش بجد زي العسل. هبدا بقى عندي الرغيف البلدي المصري بتاعنا اللي احنا بنفتخر بيه طبعا. هبدا كده افتحه كده نصين، طبعا ايه يعني مفتحوش قوي يعني، تمام. هبدا بقى اخد الخلطه بتاعت الحواوشي الجبنه اللي انا عملتها، وبعد كده افردها عليه. لو عندك بقى شويه جبنه موتزاريلا صيامي ممكن ايه نحطها او نباتي يعني. هبدا كده افرد بقى كنت اقول لكم الشاورما يعني، من حلاوه الوصفه نسيت. الحواوشي بتاعنا اللي هو ابو جبنه ده، قلنا حقيقية ولا كدابة؟ هبدأ بقى أحط بقى شوية زيت في الطاسة، وهنزل بقى برغيف الحواوشي بتاعنا، وكمان بقى رشة زيت فوق. بصوا يا جماعة شكله لونه جميل، ريحته حلوة قوي، مع مش هيبان معاكي ايه الحشو. وبجد الحشو حلو جدا قوي قوي قوي. لو عندك جزراية ممكن تبشريها وتحطيها، بجد هيدي طعمه زي الفل. عندي بقى ايه، الرغيف الحواوشي بتاعنا استوى. تعالوا بقى نفتح من النص كده ونشوف الحلاوة والجمال. بصوا الحلاوة والجمال، معلقة الكاتشب الجميلة. يلا بقى نعمل شغل المطاعم. وشوية البطاطس لو عندك، وحطي بقى الحواوشي البطاطس الكدابة اللي أمه جبنة فيها، وبجد هتدعولي. النهاردة عملت حواوشي كداب، بس عايزكم تفتكروا إن أنا مش كداب. تعالوا بقى نشوف حواوشي الكداب ده شكله عامل إزاي. بصوا يا جماعة حلاوة وجمال مفيش بعدها. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير لكل حبايبكم.